ومين غيره دايما يكون على الصدارة. واحد يقول لي هو مين ده؟ اقول لك هو في غيره؟ النادي الاهلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، واهلا بكم في حلقة جديدة والكورة مع دش. في البداية لو لسه جديد في القناة وأول مرة تشوفني ما تنساش تدوس اشتراك وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل لايك للفيديو كنوع من أنواع الدعم إني أكمل في المحتوى اللي بقدمه. صلي على أشرف الخلق أجمعين عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. النادي الأهلي في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء وقع اختيار النادي الأهلي الأول عربيا، الأول إفريقيا، ال20 على مستوى العالم في الفترة اللي من 30 أكتوبر 2023 ل 30 سبتمبر 2024. على مدار عام كامل النادي الأهلي بيقع في المركز ال20. عشان يطلع عليا واحد زملكاوي يقول لي ها ال20، تعال اقول لك انت في المركز الكام؟ انت في المركز ال69، يعني في بيني وبينك فرق 49 مركز. وايا كان لو انا المركز اللي قبل الاخير وانت المركز الاخير فانا برضو متفوق عليك. فالنادي الاهلي برضو متفوق على نادي الزمالك، متفوق على أندية الخليج بكل ما فيها من نجوم، متفوق على نادي زي الهلال، متفوق على نادي زي العين الإماراتي، متفوق على نادي زي النصر، الاتحاد وغيرهم من الأندية اللي بيكتظوا بالنجوم العالميين. ده طبعا مش تقليل من نادي الزمالك، لا ابدا خالص، شد حيلك بس ان شاء الله وهتوصل للمركز ال 68 السيزون الجاي. فالنادي الاهلي لما يبقى متصدر افريقيا، متصدر انديه العرب، ال20 على مستوى العالم. انت عارف ال20 على مستوى العالم دي يعني ايه؟ يعني سابق انديه في الدوري الانجليزي، في الدوري الالماني، في الدوري الايطالي، في الدوري الاسباني، في الدوري الفرنسي، الخمس دوريات الكبرى. النادي الاهلي سابق انديه بفرق مراكز كبيره ومراكز كتيره عنهم. عشان بس واحد يجي يقول لي هو انت بتقارن ايه بايه؟ انا مش بقارن يا سيدي، انا مش بقارن لا النادي الاهلي ولا كواليتي النادي الاهلي ولا كواليتي افريقيا بكواليتي اي نادي بيلعب في الانديه الكبرى، وبناء عليه الاتحاد الاوروبي او دوري ابطال اوروبا او الانديه الاوروبيه. النادي الاهلي متفوق على انديه موجوده فيها، وما تقللش من الانجاز اللي النادي عمله او النادي الاهلي عمله. ليه؟ لان انت بكل بساطه ما انتش عارف تحصل النادي الاهلي. الكلام للزملكاويه اللي هيتكلموا بدافع انتمائهم لنادي الزمالك، مش بالعقل والمنطق. بالعقل والمنطق النادي الاهلي نادي متفوق عربيا وافريقيا ال20 على العالم. يعني انا سابقك، يعني في فرق كبير بيني وبينك، في جاب كبير بيني وبينك. كون ان انت تقلل وتقول ده انت ال20 وانت بتقارن نفسك بفرق ايه وانت بتتكلم في ايه وانت المستوى اللي انت بتلعب فيه ما طبيعي تطلع مراكز فيه مراكز اولى والكلام ده كله. يا سيدي لو المستوى اللي انا بلعب فيه مستوى ضعيف انت ليه ما بتحققش اللي انا بحققه؟ فالنادي الاهلي يحتل المركز ال20 في الاتحاد الدولي او في التصنيف بتاع الاتحاد الدولي للتاريخ والاحصاء بحصوله على 237 نقطة. يعني دلوقتي مراكز الأندية وترتيب الأندية وتصنيف الأندية في جميع الحالات بيعتمد على عدد النقاط، مش عدد البطولات اللي انت خدتها، مش السبعة أكبر من 9، مش الكلام ده كله. عشان بس الموضوع اللي شاغل الناس كتير وبدأ يتفتح تاني موضوع نادي القرن وازاي يتحسب نادي القرن، دي قصة يطول شرحها. بس الفكرة كلها ان الاحصائيات دلوقتي بتوصل للتصنيفات بتاعة الأندية بناء على عدد النقاط اللي تم الحصول عليها، مش عدد البطولات اللي اتخذت. وجه في المركز الأول ريال مدريد طبعا، في المركز الثاني مانشستر سيتي، في المركز الثالث باير ليفركوزن الألماني، في المركز الرابع أتلانتا. يعني اللي واخد الدوري الأوروبي مش موجود في المركز الثاني، ومانشستر سيتي اللي حققت الدوري الانجليزي موجوده في المركز الثاني، اللي خد الدوري الالماني موجود في المركز الثالث، واللي خد الدوري الاوروبي وكان بيلعب نهائي السوبر امام ريال مدريد اللي هو اتلانتا واخد المركز الرابع. تصنيف الانديه العربيه طبعا متفوق عليهم النادي الاهلي. بيجي بعد النادي الاهلي في الانديه العربيه اسيا، في قاره اسيا بيجي نادي الهلال السعودي يحتل المركز ال40.
خد افضل مركز في قاره اسيا، الاول على قاره اسيا. يبقى انت عندك هنا الاول على قاره اوروبا ريال مدريد، الاول على قاره اسيا الهلال السعودي، الاول على افريقيا والعرب ككل بقى بشكل عام النادي الاهلي. فبالتوفيق للنادي الاهلي في المراحل المقبله، داخلين على بطولات كتير، داخلين على معركه كرويه حرفيا اللعيبه هتعيشها، فمطلوب مننا التركيز، مطلوب من المدير الفني التركيز، من اللعيبه التركيز في الملعب، مطلوب من الجماهير دعم الفريق. نسيبنا من اي حاجه راحت، نسيبنا من اي حاجه خلصت، نسيبنا من امبارح، نركز في بكره ونركز في اللي جاي. بالتوفيق للنادي الاهلي. سلام عليكم.